كاين خصنا نفرقوا ما بين عدة أشياء. كاين أولا اللي كيتعلق بالمجال الغابوي، المجال الغابوي وهو معروف يعني محدد، وكاين اللي كيتعلق بالتنمية اللي كتعلق بالمجال الحضري. هذه المجالات الحضرية خاضعة لتصور عبر التصميم المديري الحضري اللي كيوضع شنو هي المناطق اللي مخصصة للصناعة للسكن إلى غير ذلك. إذن فهذا الشيء كيتم في إطار الديمقراطية المحلية اللي فيها المنتخبين، فيها المسؤولين المحليين، وكيتم تداول، وكنعرفوا على أن كل قرار يتخذ إلا هو تحكيم ما بين كل العمليات. كيفاش يمكن لنا أننا نجاوبوا على الإشكاليات الرئيسية، المطالب اللي كتكون بالنسبة للسكن، بالنسبة للتنمية، في نفس الوقت كيفاش يمكن أننا نحافظوا على هذا التراث الطبيعي حتى تكون هناك واحد يعني لا يكون هناك تدمير هذه الثروات. والشق الثالث وهو بطبيعة الحال إدماج كل هذا في واحد السياق اللي كيجعل أن المواطن يحس براسو على أنه في هذا المسار ديال التنمية المستدامة اللي فيها ثلاثة ديال الإشكاليات. إذن فالموضوع موضوع يتعلق بالقرارات المحلية انطلاقا من التصميم المديري للتعمير. إذا كانت قرارات تتخذ بالنسبة لتخصيص مجال من المجالات فهذا لا يهم قطاع من القطاعات، وإنه تحكيم. غير لإعادة القول هو أن المندوبية السامية فهو عضو من الأعضاء في تأسيس القرار. الوقت اللي كيكون هناك قرار ما كاينش يعني إدارة أو مؤسسة اللي كتكون بمواجهة الإدارات الأخرى. الديمقراطية المحلية شنو هي؟ فإنها الناس كيجتمعوا، فيها منتخبين، فيها مجتمع مدني، فيها مؤسسات، فيها مصالح عمومية كيجتمعوا حول نفس الموضوع، والمهم هو الاتيان بالحلول التي تأخذ بعين الاعتبار الشق اللي ذكرته ديال تلبية الحاجيات والحفاظ على الطبيعة في هذا الوقت. إذا ما كاينش يعني المندوبية السامية كتكلف بالغابة اللي في المجالات خارج المجالات الحضرية. يعني هذا هو المجال الغابوي. داخل المجال الحضري فهو قرار اللي كياخذ بعين الاعتبار كل هذه الحساسيات المحلية. وضعوا راسكم يعني غير في مسؤولية المنتخب المحلي. خاصو يوفر السكن، خاصو يوفر الماء الصالح للشرب، خاصو يوفر يعني كل المعطيات لأنه انتخب لذلك. إذن فالحل فهو تحكيم مستمر ما بين كل هذه القرارات. يعني ما كانش شي حل اللي غادي يكون يعني أحادي من طرف مؤسسة من المؤسسات. إذن حنا كنتحملوا المسؤولية ديالنا يعني كمندوبية سامية للمياه والغابات، ولكن في إطار قرارات اللي تكون جماعية واللي كتاخذ بعين الاعتبار المسؤولية ديال كل واحد من موقع مسؤوليته.